السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في الحريف. حلقة النهاردة مش حلقة عادية خالص، دي حلقة توقعات نارية لبطولة كأس العالم للأندية 2025، البطولة اللي كل الناس مستنياها واللي هتضم أقوى فرق العالم من كل القارات. مين هيتأهل؟ مين هيعمل المفاجأة؟ ومين هيطلع من الباب الضيق؟ تعالوا نبدأ توقعاتنا ومحدش يزعل. المجموعة الأولى، الأهلي وإنتر ميامي، بداية نارية مع المجموعة دي، والأهلي داخل البطولة دي بخبرته القارية الكبيرة. مواجهته ضد انتر ميامي اللي فيه ميسي هتكون مواجهة العقول ضد المهارات، لكن بصراحة أنا شايف إن الأهلي يقدر يتأهل، عنده شخصية البطل وعارف يتعامل مع الضغط. انتر ميامي هيبقى خصم صعب، لكن مش بنفس التنظيم اللي يقدر يوقف الأهلي، وطبعا عشان إحنا مصريين لازم نتوقع الأهلي أول حتى لو طلع تاني، يبقى الأهلي أول انتر ميامي تاني. المجموعة التانية، باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، مباراة نار بين قوة باريس الهجومية وتكتيك أتلتيكو الخانق، لكن بصدق مهارات وهجوم باريس ممكن يخطف الصدارة، وأتلتيكو بمنظومته هيعدي تاني، يعني باريس أول أتلتيكو تاني. المجموعة الثالثة، بايرن ميونخ وبنفيكا. بايرن داخل المجموعة دي مرشح فوق العادة، ماكينة أهداف، ضغط عالي وهيمنة. بنفيكا فريق محترم وهيكون منافس قوي. بايرن أول، بنفيكا تاني. المجموعة الرابعة، تشيلسي وفلامينجو، دي مجموعة المفاجآت. تشيلسي مش في أفضل حالاته، لكن لسه عنده الجودة الفردية اللي تخليه يعدي. فلامينجو هيكون مزعج جدا، وفعلا شايفه بيقدر يعدي. فلامينجو أول، تشيلسي تاني. المجموعة الخامسة، إنتر ميلان وريفر بليت، ماتش كلاسيكي بين قارة أوروبا وأمريكا الجنوبية، بس إنتر هو الأقرب بسبب التنظيم والعمق في سكواد، وريفر بليت هيقاتل لآخر نفس. إنتر أول، ريفر تاني. المجموعة السادسة، بروسيا دورتموند وفلومينينسي. دورتموند فريق سريع وخطير على أي دفاع، فلومينينسي عنده خبرات وسلاسة في الأداء، لكن أشوف دورتموند متفوق بفارق بسيط. دورتموند أول وفلومينينسي تاني. المجموعة السابعة، مانشستر سيتي ويوفنتوس. السيتي داخل البطولة وهو عاوز يعوض خسارته الدوري وموسم صفري. يوفنتوس هيكون عقبة، لكن مش كافية قدام المكنة الزرقاء. السيتي أول، يوفنتوس تاني. المجموعة الثامنة، ريال مدريد والهلال. الملكي داخل البطولة بثقة الأبطال، والهلال هو فخر الكرة الآسيوية، وأشوف إن الريال هيعدي بسهولة والهلال هيتأهل تاني. ريال مدريد أول، الهلال تاني. دور ال16 هيبدأ يولع، واللقاءات دي هتكون بالنار، وأنا شايف النهائي الأقرب هيكون بين ريال مدريد باريس سان جيرمان. هل هينجح الريال في فرض هيمنته، ولا باريس يحقق اللقب الكبير بعد فوزه بدوري الأبطال؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات توقعاتكم، مين هيتأهل ومين هيعمل المفاجأة ومين هيكسب البطولة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعل الجرس عشان توصلك كل حلقاتنا الجاية، وما تنسوش في مسابقة للي هتوقع صح في الكومنتات هنختار شخصين هيكسبوا 500 جنيه، وشخصين تانية توقعتهم أقرب لو حتى فريق واحد هيكسب وتيشيرت ناديهم المفضل، بس يكونوا عاملين لايك للفيديو ومشتركين في القناة. كان معاكم الحريث، سلام.